يا مساء الفل. الزمالك بيتعادل النهارده 0-0 في أفريقيا علشان يأجل الصعود بتاعه لماتش العودة. الحقيقة بيسيرو بيكمل الماتش ده كما انتهى في الماتشات اللي فاتت، بطريقة 5-4-1، وبيصر إن هو يكمل النهج الدفاعي بتاعه من غير ما يغير أسلوبه ولا تكتيكه. مش قادر أحدد بالظبط إذا كان ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، لأن في النهاية هو ده نهجه وهي دي طريقته. قبل ماتش الأهلي اللي انسحب فيه قصادنا كنت بحذر إن إحنا هنخسر الماتش بسبب إن إحنا ما بقاش عندنا هوية، ما بقاش عندنا شخصية نقدر نواجه بيها فريق هجومه كويس زي الأهلي. مش عشان إحنا ضعاف أو عشان هم أقوياء، لكن لأن ما بقاش كان عندنا أياميها كانش عندنا شخصية أو هوية. إنما دلوقتي واضح إن بيسيرو ابتدى خلاص يحط إيده على مفاتيح لعب الزمالك ويحفظ اللعيبة الوقفة الدفاعية، وخلاص ده بقى شكلنا. ده مش أحسن حاجة ومن ده الشكل اللي احنا متعودين عليه كزملكاوية، لكن هو ده اللي الراجل شغال بيه، وهو ده اللي هو آه، عايز يلعب بيه الفترة الجاية. ابتدى بعواد قدامه في النص، الونش على يمينه مصدق وعلى شماله حسام عبد المجيد، وينج باك يمين عمر جابر. مش هقول بقى وينج باك شمال فتوح، لان ما كانش وينج باك، هو كان باك شمال بانسايد ميدفيلدر في قلب الملعب. وهشرح بعد كده كان بيعمل ايه فتوح. انتوا شفتوا ازاي هو كان بيدخل جوه الملعب وبي وبيلعب الفرقة. قدامهم اتنين ميدفيلدر، شحاتة ودونجا، على يمينهم زيزو وعلى شمالهم شلبي، وطبعا راس حربة آه، الجزيري. الحقيقة احنا عندنا موهبة كبيرة اسمها فتوح. هو ظلم نفسه وظلمنا معاه، لأن هو مش قادر يمسك فورمة، مش قادر يمسك بدني. واضح إن هو اشتغل على بدنه، على نفسه بدني كويس الفترة اللي فاتت، فقادر إن الماتش ده باين إن هو فت. نتمنى إن هو يكمل بالطريقة دي وبالأسلوب ده الفترة الجاية على طول. آه والسؤال هنا، هل الملعب يساع فتوح وبنتايج وعبد الله السعيد مع بعض؟ احنا شفنا ازاي عبد الله السعيد بيلعب الفرقة من تحت وبيقدر يعمل زيادات هجومية، لكن لما بيعمل زيادات هجومية البدني بتاعه بيقع. وفتوح لما بيضم لجوه تحس ان الفرقة بيبقى فيها مايسترو، بيبقى فيها لعيب قادر ان هو ينقل لك اللعب ويحافظ لك على الكورة بشكل كمان جمالي وحلو. فبصراحة خسارة ان فتوح ما يلعبش. اكيد بنتايج لعيب اساسي في الفريق، لكن كمان بسيرو آه عليه ان هو يلم اللعيبة دي في توليفة واحدة. في وجهة نظري وجود فتوح في الملعب هو شيء أساسي، ويقدر إن هو يلعب 90 دقيقة الماتشات اللي جاية، لأن هو ما بيعملش التحامات بدنية كتيرة وما بيعملش سبرنتات كتيرة. هو دوبك بيسلم من رجل لرجل، لكن بصورة كويسة ودقيقة جدا. حتى لما بيبتدي إن هو يزيد لقدام بيعرف يعملها كويس. في وجهة نظري فتوح يقدر يلاقي لنفسه مكان في سكواد نادي الزمالك، سواء كوينج باك شمال أو باك شمال أو تالت حتى في الدفاع ورا، أو حتى كمدافع نص ملعب مكان مثلا لعيب زي دونجا. ده هيساعدنا كتير، ده هيساعد كتير الفريق إن هو يقاوم الضغط، لأن فتوح لعيب مقاوم للضغط، لعيب بيعرف يمتص ضغط اللي قدامه، بيعرف إن هو ينقل ويستلم ويسلم ويتحرك في المساحات. احنا عندنا زيزو وعندنا عبد الله السعيد وعندنا زي فتوح، ومن بعديهم كمان ناصر ماهر، ومع عودة أحمد حمدي عندنا لعيبة في قلب الملعب تقدر إن هي تحافظ وتنظم اللعب.
طريقة اللعب اللي بيلعب بيها بسيرو أكيد في ماتشات النوك أوت زي الكاس وفي أفريقيا مقبولة. اللي هو بيعمله ده مقبول. يلعب على خطفة جون زي ما هو عمل في آخر ال10 دقايق في الشوط التاني النهاردة. لكن في ماتشات الدوري الموضوع ده هيبقى صعب قوي، بالذات إن إحنا ما عندناش الكواليتي الكفاية اللي هي تشوف الملعب، تشوف الجون وتدخل جون من أول دقيقة أو من أول فرصة. شفنا النهاردة كالعادة دونجا بي... تقريبا كان اللعيب رقم 12 في الفريق بتاع جنوب أفريقيا. يعني هو حرفيا كان اللعيب رقم 12 في كذا كورة، بيسلم لهم الكورة، بيديهم الكورة علشان ينقلوا هجمة ويبتدوا هجمة علينا. دونجا الموضوع معاه بقى صعب قوي، والأسوأ إن واضح إن هو مش شايف نفسه غلطان أو مش شايف نفسه وحش، وخارج زعلان ومستغرب إن هو لتاني ماتش أو لتالت ماتش بيخرج وبيتبدل وبينزل مكانه جهاد. دونجا أنت لازم تشتغل على نفسك في موضوع البساط ده، لأن الموضوع بقى بشع وإحنا داخلين على ماتشات. إحنا مش هنستحمل منك أي غلطة. فرحتي إن أنت بتقطع كرة وترجعها ورا. لا، أنا عايزك تبص لقدام، أنا عايز أنقل الكرة لقدام، أنا عايز أهجم، أنا عايز أدخل جوان. مش هفضل طول الوقت راجع لورا، مش هقدر طول الوقت بضغط لورا. أنا شايف بصراحة إن 5-4-1 خطة كويسة، لكن يعيبها بالنسبة لي أنا يعني الضلع الرابع في قلب الملعب ناحية الشمال، اللي هو مركزه النهاردة كان مصطفى شلبي. لأن في اللي قبل كده كان عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد ما قدرش يعمل المركز ده يقدمه على طول. وأكيد ناصر ماهر مش هيقدر يقدمه، وأكيد برضه مصطفى شلبي مش هيقدر يقدمه. فمركز صعب على اللعيبة دي كلها. ممكن فتوح يقدمه، مش هقول لك لا. يعني مش هقول لك لا، ممكن فتوح يلعب في مركز زي ده ويبقى وراه عبد الله السعيد. ممكن يبقى فيها تبديلة. فتوح يلعب جنبيه شحاتة، قدامه على الشمال مصطفى شلبي وعلى اليمين زيزو. برضه ممكن، ما عنديش مشكلة. آه الزمالك عنده مشكلته ان هو عنده لعيبة كويسة لكن عددهم قليل. هما الخمس ست لعيبة اللي انا بقول اساميهم من اول الماتش، من اول الفيديو. واللي غير كده ما عندناش. آه هل 5-4-1 هي دي احسن طريقة وده الصح ان بيسيرو يكمل عليه؟ ما اقدرش اقول لك ما اقدرش اقول لك لا. ليه ما اقدرش اقول لك لا؟ لان انت في 4-2-3-1 مثلا، من الناس كلها مثلا بتنادي عليها 4-2-3-1 عايزه 2 اجنحه. طب ما انت مين عندك الجناح الشمال؟ مصطفى شلبي. ومصطفى شلبي ديك شفته لما لعب 90 دقيقه في اخرها اتصاب. فانت لو فضل كده، انت داخل لسه على الماتشات التقيله الفتره الجايه. مصطفى شلبي مش هيكمل، وناصر ماهر مش هيكمل. فانت ما عندكش وينج شمال في 4-2-3-1 يكمل. مش موجود، ما عندكش. بلس كمان خد بالك ان انت عمر جابر هو الباك اليمين الوحيد اللي عندك في الفريق. فباك يمين وحيد وانت لسه داخل، لسه ادينا شهر 4 هو ده اول ماتش فيه. احنا قدامنا حوالي 15 ماتش تانيين. عمر جابر لو اتصاب في اي لحظة من اللحظات هتبقى كارثة. لان بديله اكيد مش هيبقى احمد محمود في الماتشات اللي جاية. واكيد خسارة شحاتة في نص الملعب احنا مش هنبقى مستحملينها دلوقتي. مش هيبقى عندك غير مصدق هو اللي يلعب باك يمين لو انت عايز تلعب ب4 ورا. فانا بصراحة يعني مشفق على بوسيرو ان هو مش قادر ان هو يسيطر على الفريق بدني ويسيطر على الفريق تكتيكي. انا معايا ان احنا نلعب 5-4-1 هي مش احسن حاجة. لكن فكرة ان انا العب ب4 بس في الدفاع ورا، فكرة انا شايفها مش كويسة علشان عمر جابر، مش عشان اي حاجة تانية. آخر حاجة على الونش. بيسيرو بيعمل حركة، عمل حركة المرة دي كويسة، وكانت موجودة كمان في الماتش اللي فات بتاع الكاس. آه، كان بيخلي الونش هو اللي يتقدم لقدام كأنه ديفندر في نص الملعب، ويفتح بمصدق وحسام عبد المجيد يمين وشمال. لكن مشكلة طبعا الونش ان هو باك مش ميدفيلدر، فما بيتحركش، ما بينزلش يستلم من عواد. انا في فيديوهات عندي
لو عايزين اجيبها لكم يعني، لقطات كذا مرة يبقى عواد معاه الكورة وممكن عادي يتحرك الونش ليه بخطوتين او حاجة علشان يستلم منه الكورة وينقل الكورة لقدام، لكن ما بيتحركش. آه، ف ممكن يجرب جهاد في المنطقة دي، او ممكن حسام عبد المجيد هو، سوري، مصدق هو اللي يبقى في قلب الملعب، هو اللي بيبقى في نص الملعب. وعلى يمينه الونش وعلى شماله حسام عبد المجيد. مصدق احسن من حسام ومن الونش في الطلوع بالكورة، فممكن يقدر ان هو ينفذ الموضوع ده. آه، من ضمن التجارب، ليه لأ ما يجربوش. الماتش الجاي بتاع مودرن قدامنا في كأس الرابطة، ماتش مش مهم نخسر أو نكسب، أنا ما عنديش مشكلة. نجرب فيه أفكار، نجرب فيه لعيبة، ما عنديش أي مشكلة فيه. نخرج من البطولة دي أو نريح حتى ماتشات، ما بعد كده عندنا شحططة ماتشات في الفترة الجاية، فما عندناش مشكلة. المهم إن بيسيرو يهتم شوية بالجانب الهجومي في الفترة الجاية، ويبتدي يحفظ اللعيبة شوية تحركات جوه ال 18. انتوا شفتوا النهارده في الدقيقة 84 الهجمة اللي هي اللي جت في العارضة، شفتوا زيزو ازاي قطع بسرعة، وكان المفروض لو هو بيتحرك صح ودماغه ماشية صح ان هو اللي كان يدخل ياخد الكورة، مش ناصر منسي هو اللي يلعب الكورة فتخبط في رجل الجون فتيجي في العارضة فتطلع بره. كان المفروض زيزو يقطع ويروح لعبها بدماغه على طول تروح داخلة جون، الموضوع كان خلصان. لكن زيزو مش مهاجم مساند او مش سكند سترايكر، هو ما هو بيتحرك ما عنديش مشكلة، لكن مش افكتيف، مش مؤثر. فلازم بيسيرو يشوف حل في الموضوع ده، لان احنا ماتشات الدوري مش هنقبل ان احنا نتعادل في ماتش، احنا لازم نكسب السبع ماتشات الجايين بأي طريقة وبأي شكل من الاشكال. ربنا معانا في الجاي صعب. سلام.